جاهزين؟ جاهزين؟ ركزوا معايا هنا. في يوم مش عادي، في شاب عادي يدي محمد أحمد أو أحمد حسام، راجع بالليل في الضلمة وسايق على الهادي، لكن عربيته وقفت يا حرام. هيروح فين؟ هيموت من البرد والطريق ما فيهوش ولا حد. هيروح فين؟ هيموت من البرد والطريق ما فيهوش ولا حد. وطبعا تليفونه بيفصل علشان ما يوصلش لحد. في مراية عربيته في نور زغلل عينه، ده في بيت قهوة بعيد لما كنا شايفينه. جري بسرعة عليه رزع الباب بيديه، الحقوني الحقوني في ناس هنا ولا ايه؟ فتح له الباب، كاهن مكذوب وشه انشف من الطب، ركبه ثابت من الرعب لسه هينطق يا دوب. فقفل الباب، ابعد سيبني في حالي، امشي ومتجيش هنا تاني، انا مش عايز اتشاكل، عايز افضل وحداني. ارجوك ما تسيبنيش، انا مرعوب من الخفافيش، انا مش جايلك اذيك، انا محتاج لك وبعاني. محتاج بس نومة لحد النهار، ومستعد ادفع اللي انت شايفه، ماليش اختيار. طب ادخل كلك لقمة يلا واتخمد ونام، وطص وشك طصة من العياط ده في الحمام، وبكرة تصحى تمشي لما تقوم من المنام قبل ما يصحى الحمام. يسمع حاجة غريبة. ايه ده؟ ده ايه ده؟ صوت ايه ده؟ مقدرش اقولك عشان انت مش كاهن فاهم. دخل ينام علشان يرتاح، نفس الصوت يرجع يعلى ويزيد ويزيد. خايف يكون في البيت أشباح، خايف لو روحه تتشد بعيد.
ايه ده في ايه؟ انت لسه نايم ليه؟ صح النوم صح النوم، العربية جاهزة هناك، قلع سلسلة غالية عليه حطها له جوه ايديه علشان تفضل تفتكرني طول ما هي لسه معاك. صحيح ايه ده؟ كان صوت ايه ده؟ اصل امبارح سمعه تاني مرتين. اقدرش اقول لك عشان انت مش كاهن، ده سر كبير وما يتقالش، فاهم؟ شكره مشي بالعربية مبسوط وبيسمع أغنية، ناوي خلاص يرجع عالبيت ياخد دش بأسخن مية. لاي 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 لاي. فجأة الرعب بان عليه، ده نفس الصوت ده ولا ايه؟ ده بجد ده مش في خياله، هو اداله السلسلة ليه. لف بسرعة في نص الشارع والشر كان مالي عينيه، كسر الباب ومسك الكاهن أكله ورصه ونام فوقيه. الصوت تاني رجع يطاردني، فاكرني اهزر ولا ايه؟ مش سايبك غير لما تقولي لازم اعرف ده صوت ايه. قلت لك مليون مرة ما اقدرش اقول ده سر ما يعرفوش غير كاهن مننا. ازاي ابقى كاهن؟ ارجوك قول. دي حاجة صعبة جدا مش سهلة وهينة. جربني ومش هتندم يوم، ده انا فوت في اي حاجة مهما تكون. لازم تلف العالم وتعرف عدد أوراق الشجر اللي في الكون. ايه ده؟ هو انت بتتكلم جد؟ ماشي هعدهم. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1100 101 و2 و3 و4 مليون و8 و9 و10 مليار و11 مليون و12 بليون، 50 مليون ونحط عليهم 25,000، لو زودنا عليهم 143 مليون نوصل للبليار و200 مليون وعليهم 100 بليون. وبعد سنين بين الأشجار رجع للكاهن بالأخبار، 2 مليون و100 بليون وبليون و200 مليار. اتفاجئ الكاهن وازبهل قرر يصعب الاختبار. اعرف لي في كم حباية رمل موجودة في صحراء في زنجبار. يا عم ما قلتش ليه بالمرة؟ اسكت بقى خليك متفاهم، المرة دي آخر مرة، لو تعرفهم تسمع كاهن. فاهم. طب ماشي. طب ادي حباية 2 3 و4 5 مليون 1100 مليار 56. طب بليار 2 و3 و4 و10 تلفيار و200 و100 بليار مليون و200 ألف. قربت اخلص الارقام، الحسبة دي صعبة عليا، انا داخل في تشيليون وشوية، كده فاضل كام رملاية واخلص اللي ورايا. وبعد سنين وسنين تانيين
رجعوا عليه فرحانين. بشليون 150 وتلفيار 95 ومليون 76. كده بقيت واحد مننا، من حقك تعرف ده كان صوت ايه. تعالى ورايا الصوت من هنا، الصندوق ده هتلاقي فيه فتح الصندوق اللي قدامه، لقى صندوق تاني جواه. الكاهن قاله يكمل فتح، فشتمه في سره من جواه. فتح الصندوق من تاني، لقى جواه في واحد تالت قاله كده ما انتش سالك. قاله كمل لسه في جوه. الكاهن جاله احساس ان الواد مش قد الصدمه دي. افتكر ان انت اللي مصمم واخترت تعرف ده صوت ايه. فتح الصندوق التالت، لقى فيه رابع. فتح الرابع، بعده الخامس، بعده السادس، فتح السابع. تن تن فجأة اتخض من اللي لقاه. آخر شيء كان يستناه. عارف بقى لقى ايه جواه. ما اقدرش اقول لك عشان انت مش كاهن. فاهم. سعدنا بصحبتكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. كان معكم فيلم للمخرج محمد ربيع، تأليف محمود ماجد، بطولة الفنان القدير الرهيب أشرف عبد الباقي، والفنان الشاب القادم بسرعة الصاروخ محمود ماجد. ألحان وغناء وبطولة برضو إيهاب عبد الواحد. موسيقى المايسترو محمد نوارة، من إنتاج شركة إنه، أيوة هو ده اسمها إنه، بالشراكة مع شركة فيكتوري أو النصر. على غرار المنتج محمد أبو النصر. يبقى اكزيكتيف بروديوسر مين؟ عادل أبو النصر. إشراف فني وديكور الباشمهندس المحترم يوسف المكاوي. مدير التصوير صاحب العدسة الذهبية مصطفى مدحت. مونتاج الراجل اللي بقاله سنين ما خرجش من اوضته، الكاهن الحقيقي أحمد الطرابيلي. مخرج منفذ ومساعد مخرج أول محمد عبد العزيز زيزو، اللي بيحط إيده في كل تفصيلة. تصميم أزياء وملابس اللي لبستنا كلنا ريم عباسي. تلوين محمود علي اللي ودى الصورة في حتة تانية خالص. وسبيشال افكتس اللي ايديها تتلف في حرير سلمى عمارة. مصمم المعارك مع ان مفيش معارك محمود ناحود. مهندسة الديكور الدينامو مارينا عماد. تصميم شريط الصوت المخضرم طارق علوش. سكريبت حركة الحقنة بثينة تيمور. الرجل الكاميرا او الكاميرامان محمد تامر. استدي كام الوحيد اللي ما تهزش في الفيلم محمد خالد. جرافيكس ومؤثرات بصرية الجدع جدا اللي معانا من اول يوم عبد الله صبري. فوتوغرافيا وتصميم الافيش زي ما بيقول الكتاب عمر ايهاب.